مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم في مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس أفورقي يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. بحث خطة تطوير وتأهيل المدارس في شمال البحر الأحمر. دعوة للاستفادة الجيدة من الخدمات الاجتماعية في أدرب. كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية نحو البحر الغربي. روسيا والصين تنفذان دورية جوية مشتركة في المحيط الهادئ. إسرائيل وبوليفيا تستأنفان العلاقات بعد قطيعة بسبب حرب غزة. السلام عليكم ورحمة الله. التقى الرئيس أفورقي بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث الزعيمان في اللقاء الذي تناول العديد من القضايا: توسيع العلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا والمملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي. وحول القضايا الإقليمية بحث اللقاء الوضع في حوض النيل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر والخليج العربي، وتبادل وجهات النظر حول قيام المملكة العربية السعودية بدورها المناسب. وذكر الرئيس إسياس أفورقي عدم وجود دور للمملكة العربية السعودية في القضايا المطروحة، مضيفا بما أن السلام يأتي قبل التنمية، فإن على المملكة العربية السعودية الاطلاع بدورها في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة عامة والجوار خاصة. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنه سيرسل وفدا إلى إريتريا للحصول على فهم متعمق في القضايا المطروحة. حضر الاجتماع من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية عثمان صالح والقائمة بأعمال السفارة الإريترية سيدة وين قرزقهير، ومن الجانب السعودي وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن القومي مساعد محمد العيبان، وسفير المملكة لدى إريتريا مشعل حمدان الروقي. ويقوم الرئيس آسا بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية تستغرق 4 أيام بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. عقد اجتماع في مصوع يوم 8 من ديسمبر بحث نتائج أنشطة السنوات ال5 الماضية بعد الدراسات التي أجريت في خطة تطوير وتأهيل المدارس في إقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مسؤول تنمية القدرات البشرية في مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ قرماي زر يعقوب في الاجتماع الذي حضره مسؤولو التعليم في المديريات ومدراء المدارس والمشرفون والمسؤولون التربويون والمعلمون ولجنة التعليم، بأن أكثر من 70% من المدارس قد أعدت خططا تطويرية وحقق العديد منها نتائج مشجعة، مشيرا إلى العمل لتحديد أسباب ضعف تنفيذ الخطة وإيجاد الحلول لها. وقال إن أكثر من 90% من المدارس أجرت دورات تدريبية داخلها، وإن أكثر من 88% من التدريبات قدمت للمعلمين الجدد، موضحا بأن معظم المدارس في الإقليم أصبحت مكتفية ذاتيا بفضل الخبرة التي اكتسبتها من وقت لآخر. واقترح المشاركون إجراء دراسات مماثلة وتصحيح سريع لأوجه القصور التي تحددها الدراسات وتنفيذ خطة العمل الجديدة بشكل صحيح. وقدم مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان شرحا شاملا وتوجيهيا حول أهمية تخطيط وتطوير المدارس والتدريب. ودعا الشركاء للمساهمة في تصحيح الثغرات التي تم تحديدها في الدراسة وتشجيع وتقدير المهنيين والمدارس المتميزة. أجرى مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر لقاءات في الفترة من 4 حتى 7 من ديسمبر الجاري، تناول فيها سبل تعزيز مشاركة السكان في البرامج التنموية الوطنية. ذكر مسؤول الشؤون السياسية في المكتب السيد إدريس علي في اللقاءات التي أجراها في مديريات جندع وشعب وقلعله بمشاركة مسؤولي المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلس وممثلي المواطنين على دور مشاركة المجتمع الواعي في إنجاز برامج التنمية الوطنية، مشيرا إلى الإنجازات التي
حققت بشأن أنشطة الحفاظ على المياه والتربة وصيانة الحواجز وبرامج التشجير الواسعة إلى جانب أعمال تنموية أخرى. وأضاف أنه يتم التركيز على أنشطة رفع الوعي والمعرفة الذي يسهم بدوره في رفع كفاءة المشاركين ويدفع برفع الإنتاجية، بذكر أنه تم تنظيم دورات في العلوم الاجتماعية لأكثر من 300 مدير إداري ومدير تنفيذي المنتخبون حديثا في إدارة الضواحي التابعة للإقليم. وحث السيد إدريس في الختام الجميع للعمل بجد لرفع معدلات مشاركة الإناث في المقاعد الدراسية، مذكرا إلى فعالية البرامج التي نظمت لرفع قدرات الشباب المهنية والمعرفية. دعا مسؤول عيادة دربة الممرض سعيد حميدة المواطنين للاستفادة المثلى من الخدمات الاجتماعية عامة والصحية خاصة، وأوضح تنامي الوعي الصحي في المنطقة، غير أن من المهم التجمع في مكان واحد للقرى لخدمات أكثر فاعلية. وذكر بأن غرفة انتظار الحوامل المشيدة من قبل السكان تسهم في المتابعة المناسبة للأمهات من القرى النائية، مشيرا إلى أن عدد الأمهات اللواتي يلدن في المرافق الصحية ازداد بفضل حملات التوعية العامة المستمرة. وأوضح انخفاض ظاهرة الإصابة بالأمراض المعدية عامة ومرض الملاريا على وجه الخصوص، وإنه يتم القيام بالفحوصات الطبية للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما للسيطرة على الأمراض غير المعدية. وأكد على فعالية برامج التطعيم الجارية وحصول الأطفال على التطعيم في وقته. وتخدم عيادة إدربة التي افتتحت عام 2020 أكثر من 3400 من سكان إدربة والقرى المجاورة. خرج مركز لقوح دمنة التدريبي الواقع في دباروة يوم 7 من الشهر الجاري 86 شابا، من بينهم 40 شابة بعد دورات تدريبية استمرت ل3 أشهر. وركزت الدورات التي شملت التدريب النظري والتطبيقي، تقنيات الكمبيوتر والإلكترونيات والإخراج والتصوير وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مد شبكة الكهرباء المنزلية. وأفاد المدير التنفيذي لمركز تدريب نقوح دمنة المهندس سايمون تسفاي في كلمته إن المركز ينظم دورات تعمل على رفع القدرات والكفاءات الشبابية مهنيا، مذكرا الجهات المعنية للمساهمة في هذا الشأن. وأوضح مسؤول التدريب المهني وبرنامج تعليم الكبار في مكتب التعليم بمديرية دبار والأستاذ جبر مسقل تسفى مريان بدوره إن الدورات المهنية مهمة للشباب إلى جانب التعليم الأكاديمي، وحثهم بتطوير قدراتهم بالتطبيق العملي. وأشاد مسؤول التدريب المهني والتقني في الإقليم الجنوبي الأستاذ يعقوب صقاي باهتمام المتدربين واجتهادهم لدى تلقيهم الدورات، معربا عن تمنياته باستفادتهم من المعرفة التي اكتسبوها. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن رصد إطلاق الجيش الكوري الشمالي حوالي 10 قذائف صاروخية باليستية نحو البحر الغربي، وأضافت أنه يعتقد أن عملية الإطلاق هي جزء من التدريبات الشتوية المنتظمة. وعادة ما يبدأ الجيش الكوري الشمالي التدريبات الشتوية الدورية في ديسمبر من كل عام. ويفترض أن القذائف الصاروخية أطلقت من قاذفة صواريخ متعددة العيار 240 ملم، ما يجعل سيول والمناطق المجاورة لها في مرمى النيران حسب وكالات الأنباء. يشار إلى أنه في الشهر الماضي أطلق الجيش الكوري الشمالي قذائف صاروخية قبل وقت قصير من زيارة مشتركة لوزيري الدفاع الكوري والأمريكي إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، كما أطلق قذائف صاروخية أثناء محادثات القمة بين الرئيس لي جي ميونغ والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة جيونغجو جنوب شرقي البلاد، على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.
أجرى الجيشان الصيني والروسي دورية جوية استراتيجية مشتركة في المجال الجوي ذي الصلة فوق بحر الصين الشرقي والجزء الغربي من الباسيفيك وفقا لخطة التعاون السنوية بين الجانبين. وهذه هي الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة العاشرة التي ينظمها الجيشان منذ عام 2019. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن المجموعة الجوية المشتركة ضمت ناقلات صواريخ استراتيجية روسية وقاذفات استراتيجية صينية مع توفير القطاع الجوي بمقاتلات روسية. وأكدت الوزارة أن العملية تمت وفقا لأحكام القانون الدولي دون انتهاك أجواء أي دولة، وجاءت ضمن خطة التعاون العسكري بين البلدين لعام 2025 دون استهداف دول ثالثة. من جهتها قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها أرسلت طائرات لمراقبة القوات الجوية الروسية والصينية التي تسير دوريات مشتركة حول اليابان وسط تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين. وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إن العمليات الروسية والصينية المشتركة تهدف بوضوح إلى استعراض القوة ضد أمتنا، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ لأمننا القومي على حد تعبيره. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل وبوليفيا وقعتا في واشنطن اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد عامين من قطع الأخيرة علاقاتها مع تل أبيب احتجاجا على حرب غزة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال حفل التوقيع الذي جرى إن الجانبين ينهيان فصلا طويلا من القطيعة بين بلدين صديقين. وجرت المراسم في مقر إقامة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، حيث وقع ساعر ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو اتفاق استئناف العلاقات. يذكر بوليفيا كانت قد قطعت علاقتها مع إسرائيل سابقا في عام 2009 احتجاجا على عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، قبل أن تعاد مؤقتا العلاقات عام 2019 ثم تقطع مجددا في عهد آرسي عام 2023. انضمت منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك إلى بقية شركات التكنولوجيا العالمية في تنفيذ الحظر الاسترالي الجديد الذي يمنع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دون سن 16 عاما من استخدام المنصات الرقمية. وأكدت الشركة في بيان أنها ملتزمة بالقرار ليس اختياريا بل تنفيذا لما يفرضه القانون الاسترالي، لتكون آخر المنصات العشر المشمولة بالقرار التي تكشف آلية تطبيقه. وبمجرد دخول الحظر حيز التنفيذ باشرت المنصات الرقمية بما فيها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وإنستغرام وسناب شات وريديت ويكيكا وتويتش وثريدس بحذف حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، إلى جانب منع إنشاء حسابات جديدة لتلك الفئة. وترافق هذا التطبيق مع تحذيرات حكومية مشددة بأن الشركات التي لا تلتزم ستواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس إسحاق أفورقي يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. بحث خطة تطوير وتأهيل المدارس في شمال البحر الأحمر. دعوة للاستفادة الجيدة من الخدمات الاجتماعية في أدربة. كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية نحو البحر الغربي. روسيا والصين تنفذان دورية جوية مشتركة في المحيط الهادي. إسرائيل وبوليفيا تستأنفان العلاقات بعد قطيعة بسبب حرب غزة. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.